معلش يا جماعة، ده بقية الفيديو اللي أنا نزلته على قناة قطط في مطبخ رباب مرشدي. كنت بتكلم على موت سيمبا للأسف. بس ده كان عامل نفسي زي ما كنت بتكلم. يعني هو كان مفتقد أمه جدا وإخواته. فكنت بحاول ان انا اخليه ينتمي لكارلا شويه، وكارلا ما كانتش رافضه، يعني كارلا ما كانش عندها مشاكل، بالعكس دي رحبت بيه، بس هو اللي مرضيش. يعني انا في فيديو فيديو كنت منزلاه، لو انتوا هتتابعوا الفيديوهات القديمه لما كان موجود، الله يرحمه. فهو ما كانش يعني ما كانش راضي، ما كانش متقبل ان هو يرضى عن حد، ولا من كارلا ولا من كوكي صراحه. هما ما كانش عليهم عتب. بس ولقيته انطوى كده كام يوم لوحده ورفض الاكل تماما. واللي يقول لي مثلا كنت جبت له لبن بسرنجة، لا هو كبير على الموضوع ده وما كانش عايز. انا حاولت معاه بس ما كانش، يعني كان رافض. فده علمني ان انا بصراحة يعني مش عارفة اقول ايه. يعني حرمت ان انا اجيب اي قطط الاقيها ان انا يعني ممكن احط لها اكل بره، لكن انا ادخلها الشقة تاني وكده، لان انا نفسيتي نفسها تعبت. يمكن انا باضحك واهزر معاك وانزل فيديوهات، بس بيبقى غصب عني برضو، فاهمين؟ يعني ده بيبقى غصب عني. والله المستعان. يعني انا ما كنتش عايزه اقول لكم صراحه الخبر ده، بس غصب عني والله، يعني مش بايدي خالص. واللي يقول لي انت بقى عندك قطط تاني صغيره فمش همك يعني. لا والله ابدا، على فكره انا اللي بعيش معاهم، وانا اللي يعني كل لحظه بدونها. انتوا ما بتشوفوش الا 3 4 دقايق بس في اليوم كله من 24 ساعه، لكن انا قاعده 24 ساعه معاهم. واي قط عندي بيموت او يضيع، يعني دي حاجه تبقى راجعه لنا. مش مضطره ان انا احلف والله ان انا بحزن عليهم، لا. على فكره يعني عايز تصدق مش عايز تصدق، دي حاجه راجعه ليا. سواء حزنت عليه ما حزنتش، يعني مش عارف. يعني في بيبقى فيه هجوم شويه، يقول لي انت اهملتي فيه، انت عملتي، انت سويتي. لا، كل قط بقاله عمره، يعني بقاله العمر بتاعه. بصوا بيعملوا ايه في الجلابيه بتاعتي، واخدين بالكم؟ انا حطيت الجلابيه كده لان هما دلقوا ميه هنا، غير ما بسيوني كل ما احط الميه يروح برضو مجرجرها وايه ودلقها وبيقعد عليها بقى، فاهمين؟ مع ان يعني اليومين دول الجو مش حر، يعني الجو كويس، بس الحمد لله. بص بقى، هما كانوا دلقين ميه وانا حطيت الجلابيه كده عليها كده اهوت، لحد بقى لسه ما اروق. ولان بصوا للمنظر، يعني مش عايزه اقول لكم. بصوا بصوا بصوا، يعني اللي قام وساب الدنيا ازاي. مش عارفه ليه بيجمعوا لي كل المخدات كده على جنب ويسيبوا الدنيا كده، يعني مش. يلا الله يسامحهم، الله يسامحهم. الواد بيتا امبارح ده كانت ودانه صعبه جدا جدا، يعني مسكته بالعافيه. النوع ده بيبقى يعني مش لطيف، مش لطيف كده ومتهاود. مسكته بالعافيه بقى، ان انا قعدت بالودانه والمناديل لحد ما طهرتها له خالص. وبعد كده ان شاء الله هجيب لهم اللي هي القطط بتاعت القطط. بص والله دماغي في القطط. هجيب لهم النقط بتاعت الودان. يعني سبحان الله، في قطط عندي تبقى ودانها بتلم، وفي قطط يعني ودانها سبحان الله بتبقى كويسة وحلوة، يعني مش ما فيهاش الحاجات دي يعني. يا دوبك بنضف كده من فوق الوش، ماشي. لان بيقولوا ان يعني الضرر عندهم بيبقى من ودانهم، حتى واحنا بنحميهم بنحافظ على الحتة دي، ماشي. بقالي كام يوم والله عايزة احمي الابلة دي فتحية هانم، بس خايفة. عمالة اقول لمحمد تعالى نجازف ونخش نحمي انا وانت سوا بقى، وربنا يسترها من الخرابيش. نحضر بقى كحول ونحضر بلاوي زرع، ماشي. يلا بصوا بصوا، عايزة اوريكم حاجة بس. بصوا كوكي عدلها فين، كوكي وكارلا في الفيديو اللي انا نزلته على قطعة رباب مرشد ده كمالة ليه. شوفوه هتلاقوا بيتخانقوا معايا. بصي هي قاعدة فين بعيدة عنهم، هما اللي جم عندها هنا. بصوا والله عامل لها حظر تجول، يعني مش عارفة اقول ايه. يلا الحمد لله على كل حال يا جماعة، الحمد لله رب العالمين. عايزة بس اعرفكم ان كل قط وليه عمر.
محدش يقول انتي اهملتي، انتي عملتي، ربنا اللي كاتب كده، ربنا اللي شايف وعارف انا بعمل ايه كويس مع القطط اللي عندي. وربنا يغفر لنا ويسامحنا على اي شيء اهملنا فيه او قصرنا فيه. يلا اشوفكم على خير يا جماعه، طولت عليكم كده. واشوف القطايط دول بقى بيعملوا ايه، واحاول الم اللي ايه، اللي ما تلمش. لايك واشتراك وكومنت لو نستحق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.